النرجسي الخفي مش الشخصية اللي بتزعق، مش اللي بتتكبر، مش اللي بتستعرض قوتها. النرجسي الخفي بيعمل حاجة أخطر، بيفكر قبلك، يتوقع ردك، ويغلف إيذائه بشكل يوهمك إنه بيحبك. النهاردة هنتعرف على أساليبه وطريقته في التلاعب وإزاي نتعامل معاه من غير ما تخسر أعصابك. أهلا بيكم. النرجسي الظاهر بيستخدم القوة، النرجسي الخفي بيستخدم الهدوء، والهدوء لما يتحول لسلاح بيكون أقوى بكتير من أي صريخ أو تهديد. عشان كده التعامل معاه مش مباشر، التعامل معاه محتاج عقل بلا عاطفة، ومسافة بلا صدام، وحدود واضحة. نبدأ بأول نقطة. أول تفسير إنك مش قادر تحدد الهجوم، وبالتالي مش عارف ترد. المشكلة في التعامل مع النرجسي الخفي هي إنك مش شايف الهجوم، ومش قلة انتباه منك، لكن لأنه أصلا مش بيظهر في شكل هجوم. النرجسي الظاهر لما يقرر يضغط عليك هتسمع الكلام بوضوح: أنت غلط، أنا صح. أما النرجسي الخفي طريقة مختلفة خالص، يدخل من باب مختلف تماما ويقول لك: أنا خايف عليك، أنا بقول كده لمصلحتك، يمكن أنت فاهم غلط، أنا متضايق عشانك. كلمات شكلها طيب لكن الرسالة اللي وراها مسممة. الجملة لطيفة لكن النية هجومية. واللي بيحصل هنا اسمه في علم النفس التشويش العاطفي. انت ما بتسمعش إهانة لكن بتحس بإهانة، ما بتسمعش أمر لكن بتحس إنك مقيد، ما بتسمعش نقد واضح لكن بتحس إنك قليل. فتبدأ تسأل نفسك: هو بيحبني ولا بيتلاعب بيا؟ هو فعلا خايف عليا ولا بيتحكم؟ أنا حساس ولا هو بيلف ويدور؟ هو طيب ولا مؤذي؟ وده بالظبط اللي هو عايزه، انك ما تعرفش توصف اللي حصل، لان اول ما تفقد الوصف تفقد رد الفعل، ولما تفقد رد الفعل تبقى تحت السيطرة. طيب تتعامل ازاي؟ الخطأ الكبير اللي معظم الضحايا بيقعوا فيه هو انهم يبدأوا يحللوا الكلام، يحاولوا يفكوا الشفرة، يستنوا يشوفوا قصده الحقيقي، يدوروا على النية. وده فخ، انك تنشغل في التحليل بدل ما تركز في أثره عليك. مش مهم قال ايه او عمل ايه، المهم انت حاسس بايه من اللي حصل او من اللي اتقال. لو خرجت متلخبط، لو حسيت انك المتهم، لو فجأة لقيت نفسك بتبرر، لو حسيت ان قيمتك قلت، لو حسيت انك غلطت من غير سبب، اعرف انك تعرضت لهجوم لطيف برسالة مؤذية. وده اخطر من الهجوم المباشر. ليه؟ لان الهجوم المباشر تقدر ترد عليه، تقول لا، تعترض، تنسحب. أما الهجوم الناعم ما بيسيبش دليل وراه، هو بيدخل من باب الاهتمام بس هدفه السيطرة من غير ما تاخد بالك إن اللي حصل هجوم من البداية. وعشان كده أصعب رد فعل هنا مش إنك تواجهه، لكن إنك تواجه إحساسك. تقول لنفسك: كلام شكله لطيف بس تأثيره عليا مؤذي. ومجرد اعترافك بده هو أول خطوة للتحرر من أسلوبه. تاني حاجة هي إنك ما بتعرفش تمسك عليه غلطة، وده أخطر سلاح عنده وأكتر نقطة بتكسر الضحية. النرجسي الظاهر لما بيغلط بتشوف الغلط، تسمعه، تحس بيه، بتعرف تمسك الغلط حتى لو هو ما بيعترفش به. أما الخفي لأ، الخفي يعمل نفس الغلط، نفس الإيذاء، نفس الوجع، وبعدها يقنعك إن اللي بتقوله ما حصلش، يأذيك بكلمة وبعدين يقول لك: أنت حساس، أنت فاهم غلط. ده رد فعل طبيعي، محدش غيرك بيشوفه غلط. وفجأة تلاقي نفسك داخل في حاجة اسمها دايرة التشكيك في ذاتك. الدايرة اللي فيها بتسأل نفسك: هو أنا فعلا متضايق ولا أنا ببالغ؟ هو فعلا قصد يأذيني ولا أنا فاهم غلط؟ وبدل ما تبص على تصرفاته بتبص على نفسك، وبدل ما تسأل هو عمل إيه بتسأل أنا ليه حسيت كده. ومع الوقت دماغك بتتبرمج إنك أنت المشكلة، وتبدأ تدور على تفسير يريحك بدل ما تدور على الحقيقة. تالت حاجة اللي محدش بياخد باله منها رغم إنها من أخطر الحاجات اللي بتحصل للي داخل علاقة مع نرجسي خفي، إنك تبقى فاكر إنك أنت المشكلة. وده مش صدفة، مش عيب فيك، ومش نقص في شخصيتك. ده هدف مقصود ومخطط ومبني عليه كل الأساليب اللي بيستخدمها النرجسي الخفي. مش هدفه يبان صح، لأ، هدفه يخليك أنت تحس إنك الغلط،
وده اللي بيأثر فيك، وده اللي بيخلي التعامل معاه مرهق ويستنزف أعصابك، لأنك من غير ما تحس بتدخل أي نقاش وأنت عارف إنك هتشيل الذنب كله. بتروح تتكلم بس من داخلك في صوت بيقول أنا أكيد عملت حاجة غلط، أكيد أنا السبب، أكيد أنا اللي فهمت غلط. وهنا تحصل الكارثة، فجأة تلاقي نفسك تعتذر من غير ما تعمل حاجة، بتلوم نفسك من غير منطق، وبتشرح وبتبرر رغم إن مفيش خطأ أصلا. كل ده ليه؟ لأنه نجح يخليك تبص لنفسك مش لتصرفاته، تبص لعيوبك مش لتلاعبه، تفتش في نفسك بدل ما تشوف هو بيعمل إيه. وده المكان اللي هو عايزك تقعد فيه على طول، مكان الضعف، مكان الشك، مكان إنك تبقى متلخبط وتدور على إجابة بداخلك بدل ما تشوف الحقيقة قدامك. طيب تتعامل إزاي؟ اسأل نفسك سؤال واحد: هل المشاكل اللي بتحصل دي بتحصل مع حد غيره؟ فكر دقيقة، حلل بهدوء. هل أنت عصبي بالشكل ده مع كل الناس؟ هل بتحس إنك غلطان طول الوقت مع باقي العلاقات؟ هل بتحس إنك محتاج تعتذر وتبرر وتشرح في حياتك كلها؟ ولا مع شخص واحد بس اللي هو النرجسي الخفي؟ الإجابة لأ. المشكلة مش فيك، يبقى الإحساس بالذنب، التشويش، تأنيب الضمير، ده مش جاي من شخصيتك، ده جاي منه هو، من الطريقة اللي بيبرمجك بيها، من التلاعب اللي بيغلفه بالعقلانية، من إعادة تعريف كل موقف بحيث يطلع هو سليم وانت غلط. أول ما تقتنع إن كل ده بسبب تلاعبه مش معناه إنك ضعيف، انت بتتعرف على الحقيقة اللي كان مخبيها. انت مش الشخص اللي مدمر كل العلاقات، انت اللي اتأذيت من النرجسي الخفي ومن كل أهدافه للسيطرة. ورابع حاجة من أخطر الحاجات اللي بتحصل لك نتيجة لعلاقة مع النرجسي الخفي، هو مش بيسيب لك مشكلة، هو بيسيب تآكل. النرجسي الظاهر يعمل أزمة وتبان، نسمع كلمة جارحة، نشوف موقف باين، نحس بضربة مباشرة. أما الخفي لأ، هو بيعمل مشاكل صغيرة من غير ما تمسكها عليه، كل مشكلة لوحدها ما تلفتش النظر، ما تحسش إنها مؤذية، لكن على المدى الطويل تلاقي نفسك تحت سيطرته في كل حاجة. فجأة تلاقي ثقتك بنفسك قلت، جلد ذاتك زاد، تفكيرك بقى زايد طول الوقت، بقيت متوتر على الفاضي، خايف تغلط، حساس للكلمة، ومش متأكد من نفسك. السؤال: كل ده جه منين؟ فين اللحظة اللي اتدمرت فيها؟ ليه مش عارف تحدد المشكلة؟ لأن مفيش مشكلة واحدة، في تآكل تدريجي، وده اللي بيخلي التعامل معاه أصعب، مش لأنك ضعيف لكن لأن أذاه مش محسوس في اللحظة، محسوس في النهاية. طيب تتعامل إزاي مع النوع ده من الأذى؟ ابني مسافة نفسية سواء هو موجود أو مش موجود. المسافة النفسية مش انفصال، مش بعد، المسافة تساوي إنك ترجع تعرف نفسك تاني، ترجع أنت قبل ما رأيه يعيد تشكيلك. المسافة يعني إنك ما تعتمدش على رأيه كمصدر تقييم، ما تاخدش حكمه عليك كحقيقة، لأنه هيغير الحقائق بهدف السيطرة. المسافة النفسية مش بتحميك من التآكل بس، المسافة النفسية كمان بتكشف لك إن التآكل أصلا ما كانش فيك، كان في ألاعيبه. أول ما ترجع خطوة لورا هتشوف الصورة كاملة، وتشوف التلاعب، وتشوف نفسك بوضوح، وده أول باب لاسترجاع نفسك. وخامس حاجة: لأنه اجتماعيا ملاك، وده بيعقد التعامل أكتر وبيصعب إن الناس تصدقك. أكبر أزمة في التعامل مع النرجسي الخفي إن صورته عند الناس إنه ملاك محترم، ودود، مهذب، بيساعد الناس، بيتكلم بذوق، بيعمل خير، ويبان مثالي. والناس طبيعي جدا بتصدق الصورة دي، لأنها الصورة اللي هو بيستثمر فيها 90% من طاقته، صورة الإنسان المميز اللي صعب حد يكرهه. لكن في بيته وعلاقاته، اللحظات اللي ما فيهاش جمهور بيكون حاجة تانية خالص: تلاعب هادي، تشكيك مستمر، احتقار مقنع، انسحاب عاطفي، نظرة باردة، صمت عقابي محسوب. وده أخطر نوع توتر ممكن يعيش فيه بني آدم، إنك تشوف أذى لكن العالم شايف ملاك. أول ما تحاول تشتكي، الناس بحسن نية تقول مستحيل، يمكن أنت فاهم غلط. وفجأة الألم يبقى محرج، تبدأ تتكسف من معاناتك وتسكت وتستحمل، وتبدأ تسأل نفسك: هي المشكلة فيا
يمكن أنا فعلا ببالغ، يمكن أنا فعلا حساس. هو مش ممكن يكون وحش، الناس كلها بتحبه. وده بالظبط اللي النرجسي الخفي عايزه يحصل. هو عاوز يضمن إن محدش يسمعك، محدش يصدقك. التعامل مع النرجسي الخفي حساس جدا ومحتاج حدود قوية. أهم حاجة في التعامل معاه هي الحدود. الحدود مش ضعف، مش معناه إنك سلبي أو ما بتواجهش. الحدود هي حماية نفسك، طاقتك، وعيك. مش كل كلمة يقولها لك لها معنى حقيقي. ركز على إحساسك وإزاي بيأثر عليك، مش على الكلام نفسه. الهجمات الناعمة والهجوم على ثقتك بنفسك خطرها كبير. الحاجة الوحيدة اللي هتحميك هي حدودك النفسية. والمسافة النفسية والحدود الواضحة مش انفصال، ده وسيلة تحمي بها نفسك من الاستنزاف العاطفي. اطلب الدعم حتى لو من شخص واحد، هيثبت لك انك مش غلطان وان اللي بتحسه فعلا حقيقي. خلي هدفك الاساسي حماية نفسك اولا، والتحكم في طاقتك، والتمسك بالحدود. كل خطوة هتاخدها هتساعدك في التعافي، هتقربك من ذاتك الحقيقية. شاركونا التعليقات.